هل لو خرجت فلوس لله باسم شخص انا ما اعرفوش ومديون له، ممكن الدين ده حتى لو كان نص جنيه، لان ده بيحصل كتير في المواصلات، ده صح ولا لا؟ وهل ممكن اتحاسب على الدين ده؟ الاصل ان الدين بيرجع. يعني ما ينفعش واحد ابقى انا مستلف منه فلوس واقوم مطلعها لله اكني كده رجعتها له، لا، ده حق البشر. فلازم الدين يرجع لصاحبه الا اذا يقينا انتفت القدرة، يقينا ما اقدرش ارجع الدين ده. زي ايه؟ زي ان حد في المواصلات مش عارف الفكة الباقي، خد 3 من الخمسة، خد مش عارف 2 من العشرة، الحاجات اللي احنا بنعملها واحنا راكبين الميكروباصات والمواصلات، وكان في ذمتي نص جنيه لحد ما اعرفوش ومش هقابله في حياتي تاني. خلاص تصدق بنية ان ده يكون في ميزان حسناته، ولكن لو قابلته لازم ترجع له الفلوس، لازم بترجع الفلوس. زي بالظبط ما واحد كده يبقى عنده حد مستلف من حد حاجة، وبعدين خلاص يعرف ان هو الحد ده مستحيل يقابله، فيطلع المبلغ ده لله، والله لو كان عايش يبقى صدقة ليه، لو كان ميت يبقى على روحه، ويقابله. لازم ترجع له الفلوس، ما تقولوش معلش فلوسك تصدقت بيها، لا، ده حقه لازم يرجع له، وبالتالي تصدق بالنص جنيه ده، لكن لو شفت الشخص ده لازم ترجع له المال.